السلام عليكم، يا رب الجميع يكونوا بخير. انا هعمل يا جماعه كريب. كريب حادق هعمله بطريقه حلوه كده. يعني هعمله يكاد يكون اقتصادي يعني. حطيت كوبايه لبن، وحطيت 3 كوبايات ميه، وحطيت 3 كوبايات ونص دقيق، وهضربهم في الكبه. بس يا جماعه انا لقيتهم كتار على الكبه، قسمتهم على 2، وحطيت معلقه ملح صغيره، وحطيت 3 معالق او 4 معالق زيت. هضربهم في الكبه كويس على مرتين، يعني عشان ما يبقاش تقال عليها، وهصفيهم. لازم يتصفوا يا جماعه عشان بيطلع منهم ده. هتلاقي اول ما تتصفى كده تبقى ناعمه وجميله كده وكريميه كده. بس كده اهو عملت الكريب بالطريقه دي. بس يعني 3 كوبايات ونص دقيق، 4 كوبايات، واحدة لبن، وتلاتة مية. هو بص يا جماعة بالشكل ده. بردك لو احتاج بردك معلقتين مية او ربع كوباية مية ممكن تزوديها، انتي هتبصي كده عينك هتبقى معيارك. بصي بقى، جبت اللي هي المقلاية دي ودهنتها زيت، واللي هي الكنكة بتاعت القهوة. مليت بالكنكه بتاعه القهوه، او اصغر كوبايه عندك، يعني كوبايه الشاي الصغيره خالص دي تملي بيها، او مغرفه تحطي بيها. اهيت يا جماعه، انا حطيتها على النار، مسحتها بزيت وحطيتها على النار. النار بتبقى نار يعني اعلى من المتوسطه سنه، وبسيبها على النار، ما بقلبهاش ولا باجي يمها لحد ما الحروف بتاعتها تعلى كده من نفسها. بصوا بعملها كده اهوت، بوريها لكم ان هي لسه لازقه، فبسيبها لحد ما الحروف من نفسها. بص الاقيها سابت المقلايه كده. بص يا جماعه، لازقه. طول ما هي لازقه ما تجيش يمها، بتسيبيها لحد ما تسيب الحروف بتاعتها، تسيب المقلايه، وبعد كده تبقى سهله ان هي تطلع. بصوا يا جماعه، بدات اهيت. بصي اعملها كده سايرا داير كده، يعني اهو زي ما بعملها كده يعني. وبعد شويه بسيبها، يعني اعملها بالراحه كده، واقلبها على الوش التاني. يعني هتاخد حوالي هنا دقيقه او ما كملش دقيقه، وفي الناحيه التانية بردك ما يكملش دقيقه، وخلاص. وكل ما اجي احط في المقلايه اقلبها اهي، احاول ابرد المقلايه شويه، او اعمل في مقلايتين. لو انت عندك 2 اعملي في 2، انا عندي مقلايه واحده فبسيبها تبرد شويه، وبعدين اعمل التانية، واحطها بردك على النار، نار متوسطه يعني فوق المتوسطه. اهو بصوا يا جماعه، ده التطيب بتاعها. بسم الله ما شاء الله اهي. بصوا ما تجيش يمها الا لما تسيب نفسها من على المقلايه اهي يا جماعه. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميله وسهله وما فيهاش حاجه. المقادير بتاعتها تاني: 3 كوبايات ونص دقيق، 4 كوبايات سوائل، ممكن تحطيها ميه بس، ممكن تحطي 2 لبن وواحده ميه. 2 لبن و2 ميه، او كلها يعني. لو انت عايزه تحطي 3، انت كل ما تجوديها احسن طبعا. انا ما حطيتش بيض لان انا ما بحبش ريحه البيض في الكريب. ما حطيتلاش فلفل اسمر يا جماعه، حطيت ملح بس، معلقه سكر بس كده. احتمال اعمل منه كريب حلو، فما رضيتش احط فلفل اسمر. حطيت يعني نص معلقه ملح. بصوا يا جماعه، عمل الكميه دي كلها، ولسه انا بكمل، لسه ما خلصتش يعني، لسه بعمل. بصوا شكله جميل اهوت وحلو يعني. هعمل ديت كمان معاكم. بصوا بسم الله ما شاء الله. لو واحده اتعوجت، يعني واحده ما بقتش مدوره قوي، مش مشكله يعني، عادي يعني، هي مش مسطره يعني، عادي. وواحده باظت مش مشكله، اول واحده دايما بنضحي بيها، فيعني عادي يعني، معرضين لاي حاجه تحصل يعني. اهي بصوا يا جماعه، جميله جدا وسهله. وبس انت بس اقفي كده جنبه، ده ما بيتسابش، بتني واقفه جنبه لحد ما تخلصيه كله، تخلصي الكميه كلها. وفي كل مره تبردي الطاسه، او تبردي المقلايه يعني اللي بتعملي فيها، اللي هي الجريلا بتاعته، يعني اللي هي في مقلايه خاصه بيه بيتعمل بيها. فانت كل مره لازم تبرد، مش لا ما تحطيش الميه، يعني ما تحطهاش سخنه جامد. مش اول ما تطلعي دي تيجي حاطه غيرها، لا، تسيبها تتهوى حوالي ثواني كده، يعني ثانيتين 3 4 يعني اقل من نص دقيقه. وبص يا جماعه، بتسيب المقلايه لوحديها اهي، وتقلبيها اهي. سهله جدا يعني، ما فيهاش اي حاجه. ولما تضربيها في الكبه، تسيبيها حوالي ربع ساعه، نص ساعه كده احسن يعني. بصوا يا جماعه، انا بعملها مرضتش احذفها،
اتقلبت من عادي، فيها ايه يعني لما تتقلب؟ هو احنا ملايكة يعني ولا بنعمل الحاجة مش عارف ايه؟ لا، كلنا ستات بيوت وبيحصل مننا غلطات كتيرة وبنعمل حاجات. اهم حاجة انا عدلتها وهكملها عادي، وممكن تتلخبط خالص، وممكن تبقى حتة طالعة بره وحتة جوه، انا اسويها. لو انت بردك عايزة بعد ما تخلصيها تجيبي مثلا غطا حلة وتسوي بيها، ماشي. اهي بصوا ديت بردك فيها حتة طالعة. انا هحشيها ايه بقى يا جماعة؟ عندي هحشيها بسطرمة، بسطرمة وفلفل اخضر وفلفل احمر اللي هو الالوان ده، و... وطماطم. بس انا شلت من الطماطم الميه بالبذر بتاعها، جبت حبه البسطرمه الشويه صغيرين دي، حطيتهم على النار كده ياخدوا تشويحه، وبعدين حطيت فلفل اخضر والفلفل الالوان ده يعني اخضر واحمر واصفر ده، وقلبتهم تقليبه كده كويسه. ما حطيتش الطماطم يا جماعه، دلوقتي هحط حبه صغيره من الطماطم، مش هحط الطماطم كلها. الطماطم انا شايله البذر بالميه بتاعتها، ما فيهاش حاجه خالص اهيت. ومش هحط لها حبه ملح شويه صغيرين، واحط لها حبه فلفل اسمر بس، يعني ظبطت الملح بس عشان الخضار ده. هي البسطرمه فيها ملح، انا ظبطت الملح بس، حطيت نطره كمون وحبه فلفل اسمر وبس كده، وحبه ملح بس كده. هحط بقى الطماطم اهو بس كده. هو دي بس دي الحشوه اللي انا هعملها، حشوه بسيطه خالص. لقيت حبه البسطرمه دولت في التلاجة، فانا قلت اعمل بيهم ايه، اكله بسيطه كده يعني. كلفتني حوالي نص دقيق، وحبه البسطرمه اللي شويه صغيرين اللي حضراتكم شفتوهم دول مش ياما، وحبه الخضار، وهو اسمها كريب. انا عامله لكم كريب يا ولاد اهو كده. انا بحب الطريقه ديت ان انا احشي بيها يعني. بتلم الحشوه، ما بتبقاش طالعه بره ولا اي حاجه، وبيبقى شكلها حلو كده زي اللي بيتباع في المحلات. وده نضيف يا جماعه وجميل. ممكن تعملي جبن بس، ممكن تعملي صدق، ممكن تعمليه لحمه مفرومه، فراخ، اللي انت عايزاه يعني. ممكن تعملي في الشاورما فراخ، او ممكن تعملي البانيه وتعملي بيه مره وكده، وممكن تعمليها جمبري. بس بلاش الجمبري، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. فاهوت يا جماعه يعني احنا اهوت. حطيت الحشوه، حطيت البسطرمه اللي انا، وزيتون يا جماعه كمان، حطيت زيتون معاها. وهحط الجبن دي، جبنه موزاريلا على حبه جبنه، يعني حبه جبنه موزاريلا وحبه جبنه شيدر. هم دمت الحشوه يعني البسطرمه والخضار اللي هو الفلفل الالوان والفلفل الاخضر وحبه زيتون. وشوحت الزيتون يا جماعه، ما حطيتوش على النار، ولا الطماطم، حطيت حبه صغيرين بس على الطماطم. الباقي بقى ما حطيتهوش عشان ما يعملش ميه كده يبوظ لي الكريبايه وخلاها طريه. حطيت بقى، جبت المقلايه تاني وحطيت فيها حبه زيت، وحطيتها على النار علشان بقى ايه، ادي لون للكريب دوت، وانشفه كده واديله تحميصه حلوه كده. هو مهدية عليه النار، اما تهدي عليه النار ينشف ويديك اللون اللي انت عايزاه يعني. ما تشعوطهوش بالنار، يعني النار عالية قوي لا. وخدي بالك منه بردك، وقفي جنبه علشان بردك تطلع الحاجة منك كويسة كده. وبعدين الحاجة بتتكلف دلوقتي يعني، ما تشوفوش مثلا دولت مش متكلفين ياما يعني، بس الحاجة بتتكلف يعني، خسارة انها تبوظ. اهو بسم الله ما شاء الله. سخنة مش عارفة افتحها اهي يا جماعة. بصوا يعني الحمد لله كويسة حشوتها يعني مناسبة. والله كان طعمه جميل جدا في منتهى الجمال اهو يا جماعة. اللي انا عملته اكلناه مع شيبسي هوت الكريب هون. وكان في بردك مخلل ما حطيتوش، وكان في بردك في كاتشب كان محطوط تحت في الطبق من تحت، ما نسيت احطه على السفرة اهو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، حاجات جميلة هي في منتهى الجمال، مش مكلفة، وغدوة كويسة يعني. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.